يا صباح الفل، جمعة مباركة علينا جميعا. النهاردة صحيت الساعة 4 الفجر وقررت ان انا هبتدي روتين يوم الجمعة في النظافة من بدري قوي قوي قوي. بدأت اشيل كل حاجة في الأوضة. قررت ان انا مش هكتفي النهاردة ان انا اعمل الحاجات سريعا، لان انا من اول ما عزلت ما نظفتش الأوضة تنظيفة عميقة يعني من اللي انا بحبها. شلت كل حاجة وبدأت ألمع كل حاجة. كان عندي مشكلة ان انا في العزال في حاجات كتير باظت فمحتاجة اداريها كلها، فغسلت كل المفارش وغسلت كل الحاجات بتاعتي واستنيتها تنشف. وبعد كده قررت ان انا هعمل ديكوريشن جديد عشان كان في حاجات مش عجباني من ساعة ما عزلت. كانت الحاجات اتحطت بسرعة جدا وما فننتش فيها، يعني ما عملتش كل اللي كان نفسي فيه. عموما انا بحب الزرع قوي، بتهيألي باين يعني على اوضتي ان انا بحب اي حاجة فيها لون اخضر. بحب الزرع بشكل عام لانه بيحسسني ان المكان مور وارم والطف بكتير. بدأت ارش بقى معطر على كل حاجة في الأوضة عشان انا بحب ريحة كل حاجة تبقى حلوة جدا. والصبح كان بدأ يطلع الفجر أذن، اخدت بريك بسيط وشربت حاجة وبعد كده رجعت اكمل تاني. بدأت افرش كل حاجة تاني بعد لما غسلتها كلها، وده كان متعب قوي بالنسبة لي، بس كنت محتاجة اعمل كده وما لقيتش احلى من يوم الجمعة اللي اعمل فيه حملة النظافة دي. انا كده كده متعودة يوم الجمعة بحب انضف كل حاجة ويبقى البيت نظيف قوي، عشان دي حاجة بتحسسني انه بجد احتراما ليوم الجمعة لان انا بحبه قوي يعني. كل الديتيلز دي فكرت فيها كتير علشان بحب كل حاجة تبقى شكلها حلو جنب بعض، ما يبقاش منظرها زحمة، ما يبقاش شكلها وحش. وكان عندي مشكلة كبيرة قوي انه الباركيه كله باظ من وانا بدهن البيت، ودي غلطتي طبعا، انا اللي مخدتش بالي، بس الحمد لله فبدريه لحد لما احل المشكلة. وبعد كده ولعت بخور علشان انا قلت قبل كده ان انا بحب ريحة البخور، واخدت شاور وبدأت استعد بقى ليوم الجمعة، القرآن والصلاة وكل حاجة انا بحب اعملها يوم الجمعة عشان قريب لقلبي قوي. الحمد لله خلصت كل حاجة، وكان لسه اليوم برضو في وقت كتير قوي لان انا بادئه بدري قوي، فخلصت الساعة 8 الصبح وفرشت كل حاجة وقريت سورة الكهف وبدأت يومي وهبتدي اعمل مشاوير اليوم. وبجد فعلا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في حياتي هو الصحيان بدري، علشان بحس ان اليوم فيه بركة رهيبة، نقدر نعمل فيه كل حاجة، بنعمل مشاوير، بننظف، بنشتغل، وفي الاخر ستيل اليوم لسه فيه بركة. فالحمد لله. كل ديتيلز الأوضة انا اخترتها حاجة حاجة عشان تبقى شبهي. كل حاجة من الحاجات دي اتجابت من مكان، كل حاجة من الحاجات دي فكرت هحطها ازاي في البيت الجديد عشان يبقى شكله احلى وما بقاش متضايقة من اي تفصيلة فيه، عشان انا عادة ما بعرفش اقعد في مكان مش نظيف ومش مترتب ومش شبهي. فالحمد لله قدرت في اوضتي دي ان انا اتوفق ان انا احط كل حاجة بحبها بالشكل اللي انا حباه وتبقى مريحة وعلى قدي، عشان هي اصغر بكتير من اوضتي اللي فاتت، فكنت خايفة قوي الحاجات ما تجيش فيها يعني. بدأت بقى اعمل كوباية نسكافيه عشان اقعد ابتدي يومي كده بهدوء. وده كتاب جديد، هو كبير قوي طبعا، بس انا اكسايتد ان انا اقراه عشان دي رواية وانا بحب الروايات جدا. وجمعة مباركة عليكم.